ايوه. امتى؟ طب انا جاي حالا. روح قول لي اللي بعتك. عيب. ما تقول لها يالا. عيب. طب يلا اصحى. اطلع. انت مين وبتخبطي كده ليه؟ سيد! استني هنا، مش بكلمك. مين دي يا سيد؟ مين دي؟ دي يا مراتي، سلمي عليها. يا نهارك اسود ومنيل ب60 نيله، انت بتتجوز عليا انا يا سيد؟ بتتجوز عليا؟ ترمي نفسك وتكلمي بأدب بدل ما مد ايدي عليك. كمان تمد ايدك عليا؟ كمان؟ ليه يا سيد؟ ليه بتعمل معايا كده؟ كل ده عشان كرهك لرحيم؟ عايز تنتقم منه وخلاص؟ طب وانا ذنبي ايه؟ انا عمري عملت لك حاجه وحشه؟ عمري قصرت معاك في حاجه يا سيد؟ لا وانت قصرتي في حاجه يا رحاب. لما تسيبي جوزك وتعيشي في حضن اخوك وابوك تبقى قصرت يا ست هانم. وانا كذا مره قلت لك تعالي عيشي معايا وانت اللي كنت بترفضي. وانا راجل وليا طلبات. ولا كنت عايزاني اعيش في الحرام؟ ولا ده هيكون بالنسبه لك 100 لو انا مش متجوز؟ بتبان يا سيد بعد كل اللي عملته لك؟ بتباني بعد وقفتي جنبك؟ انا ما بعتكيش يا رحاب. واوضتك جاهزه جوه من مجاميعه. وجيهان موافقه تعيش معاكي في بيت واحد. عايزه تخش اوضتك وتستهدي بالله ولا تركبي شيطانك وتخليه يوصلك لبيت اهلك توصيله مجاني؟ انا اللي استاهل. انا اللي استاهل اني حبيت واحد زيك واستحملت اللي مفيش مخلوق ممكن يستحمله. كنت بقول معلش استحملي، اهو ابو بناتك وعشرة عمرك. كنت مطوعاك في كل حاجة ومصدقك في كل حاجة. انا اللي استاهل عشان ما وقفتش قصادك وانت بتطرد ابويا واخويا من بيتهم. انا اللي استاهل عشان كنت عايزه ارجع اخويا السجن تاني. وكل ده ليه؟ عشان كنت مصدقاك. كانت دماغي فين انا مش عارفه. كنت بصدقك ازاي انا مش عارفه. عشان عارفه ان قد ايه بحبك يا رحاب. وانا بكرهك وبكره نفسي وبكره رحيم وبكره ابويا وبكرهكم كلكم. بتشوفي لك حته يا جيهان ما تنرفزنيش انت. يوه رحيم بيه نزلوه. عملت يا رحيم بيه اللي بيحصل ده كله؟ وبعدين بقى ايه المفاجأة في الليلة السوداء دي؟ هتيجي دلوقتي، اصبري بس. لا مش قادرة اصبر بقى، الصراحة زهقت. لو ما جاتش المفاجأة انا عايزة امشي. حنان اصبري، هرد لك اعتبارك. الواد اللي تسبب في دخولك السجن هجيبه هنا تحت رجليكي. مين ده؟ اصبري بس اصبري.
الو. ايه يا ابني انتوا فين؟ اتاخرتوا ليه؟ ايه؟ يعني ايه؟ رحيم مشاه؟ طب ماشي ماشي ماشي، خلاص خلاص خلاص، يلا سلام. حصل ايه؟ رحيم وقف العيال ومشى اللي اسمه كمال. كمال؟ هي دي المفاجأة؟ ومشاه ليه؟ مش عارف، هكلمه وافهم. ما بيردش. هو رحيم بيعمل كده ليه؟ مش عارف، اكيد لما بذلك هو الرابك في القضية، وبعدين هو اللي قربك، وبعدين هو اللي طلع لك دليل براءتك عشان يبان قدامك البطل اللي ما استغناش عنك. بس رحيم عمره ما كان كده. انا كنت اقرب واحده لرحيم قبل ما يدخل السجن. عمره ما عرضني للخطر ولو لثانيه واحده. طب ازاي يعمل كده وهو عارف كويس قوي ان انا ممكن اتسجن طول عمري او اموت فيها؟ تصور يحترم برضه. استني، انا افتكرت حاجه مهمه دلوقتي. هشام اتخطف يوم خروج رحيم من السجن، وانتي اتورطتي في القضيه تاني يوم، وهشام اصلا كان لسه مخطوف. يبقى ازاي رتبوا كل ده؟ شفت؟ يبقى انا زي ما بقول لك، رحيم ملوش دعوه بالكلام ده. ايوه، بس ده معناه ان في حد عايز يورط رحيم ويخليني نمشي وراه في نفس السكه. ايوه، بس مين ده وهيستفيد بايه؟ مش شرط اللي بيحصل كله ده عشانك انت، عشان رحيم. انت الحلقه الضعيفه اللي يقدر يلهي رحيم بيها. طب ويلهيه عن ايه بالظبط؟ الاسئله دي كلها اجابتها عند رحيم. انت هتقولي له ان احنا بنتقابل؟ انا وهو بقالنا فتره ما بنتقابلش. ايه ده؟ متخانقين ولا ايه؟ انا اسف، مش بتدخل في حياتك الشخصيه، بس انت عموما وصلتيني اللي انت عايزه تقوليه. عموما انا بشكرك على مساعدتك ليا. لا، العفو عليا. بس انا جمله زي دي تيجي من ضابط امن وطني. انا مش اي ضابط. معلش انا اسف يعني. ازاي حد زيك يرتبط بحد زي رحيم؟ انا ورحيم مش مرتبطين دلوقتي. بس بتحبيه. دكتوره مهمه زيك ترتبط بواحد مجرم وحرامي؟ انت شايف ان دي حاجه عاديه؟ والله انا كل مره بسال نفس السؤال ده، عمري ما لقيت له اجابه.